ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفات. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو كده خفيف وظريف ولطيف وهيعجبكم جدا جدا. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه كده، انا صحيت من النوم، طبعا لازم اشرب كوبايه شاي بلبن الصبح، ده اساسي في يومي، لازم الشاي بلبن. فقلت كده اعملها على السريع وانا واقفه معاكم في المطبخ كده، ونبتدي ان شاء الله في الفيديو بتاعي النهارده. عملنا النهارده غدا حلو جدا جدا واقتصادي وموفر وكل حاجه وطالع تحفه. اول حاجه هنا كان عندي قرنبيط، قطعته زي ما انتم شايفين كده، قشرته وقطعته حطيته في حله وهحطه على النار. احط له ايه؟ بحط له معلقتين ملح بس، مش بحط اكتر من كده، وهحطه على النار يستوي كويس جدا. بعد كده كمان عندي كوسه قطعتها بالطريقه دي، قطعتها تخينه كده شويه، وهحط عليها معلقه كده من الملح زي البتنجان كده اما بنيجي نقليه. وهقلب الكوسه كلها كده في الملح، وبرده هركنها شويه. كمان هنخلي البتنجان معانا النهارده، حطيته كده في حله وهبتدي احط له الميه بتاعته واسلقه. تمام، تعالوا بقى نبتدي نحضر الحاجه بتاعتنا. اول حاجه هنعمل الربه بتاعه القرنبيط او الخليط بتاع القرنبيط. جبت 4 بيضات كده بدرجه حراره المطبخ زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط بقى التوابل بتاعتي ايه؟ هحط ملح، هحط بابريكا، هحط كركم، هحط كمون وفلفل، هحط كمون وكزبره وتوم باودر وبصل باودر. تعالوا نقول تاني مع بعض. حطينا 4 بيضات، حطينا ملح، حطينا من كل حاجه بقى نص معلقه صغيره من الحاجات اللي احنا هنقولها: توم باودر، بصل باودر، كزبره، كمون، بابريكا. تمام كده. بعد كده بقى هنقلب كل الخليط ده كده مع بعضه بتقليبه كويسه جدا. نسيت ايه؟ احط ايه؟ وكمان حطينا نص معلقه كركم، ما تنسوش، بتديني لون حلو جدا جدا، وهتشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله. حطيت معلقه توم كبيره كده محترمه. وبعد كده هقلب بقى كل الخليط ده. نسيت كمان حاجه قلنا هنحطها: البيكنج باودر، بيديكي هشاشه حلوه قوي في القرنبيط، وبيخلي لونه يعني بيخلي سمكه حلو. حطيت كده معلقه كبيره من البيكنج باودر عشان انا عندي الكميه بتاعه القرنبيط كبيره وهعمل خلطه كتير. قلبت كل الكلام ده كله، وبعد كده هجيب ميه عاديه خالص من الحنفيه، هزودها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. مش بحب احط له لبن، كنت الاول بحط له لبن كان بيطلع طري مش بيطلع مقرمش، الطريقه دي هتخليه مقرمش جدا. بعد ما حطيت الميه نزلت ب3 معالق من النشا. النشا هتفرق معاكي جدا جدا في قرمشه القرنبيط. وبعد كده بقى هحط دقيق لغايه ما السمك اللي انا عايزاه اوصل له، هتشوفوه عامل ازاي. بشكر كل الناس اللي دخلت عندي جديدة في القناة، على راسي من فوق، وشرفتوني ونورتوني وكترتوني ومفرحيني جدا جدا. ومتشكرة جدا جدا على التفاعل اللي بدأ يبقى موجود في القناة، مفرحني قوي قوي. ومبسوطة جدا جدا، وان شاء الله هكبر بيكم. وان شاء الله زي ما قلت لكم عايزين نوصل بسرعة بسرعة كده ل5000 مشترك عشان نعمل حفلة حلوة قوي. بعد كده بعد ما وصلت للسمك اللي انتوا شايفينه ده، رحت حطيت بقى كزبرة مقطعاها صغير كده وحطيت، بتدي طعم حلو جدا جدا. خلصنا كده الخلطه بتاعت القرنبيط وهنركنها على جنب. هنبدا بقى نشتغل في حاجه تانية. عندي هنا كده جزرتين كانوا محيريني في المطبخ، اعمل بيهم ايه اعمل بيهم ايه؟ يعني مش عايزاهم يبوظوا، فقلت استفاد بيهم النهارده. بشرتهم كده على المبشره التحفه دي. وبعد كده هتشوف هنعمل فيهم ايه. هنعمل هنا خلطه او تتبيله كده للبتنجان وكمان للكوسه. حطيت هنا بقى الجزر المبشور زي ما انتم شايفين، وجبت بقى ايه 5 6 7 ليمونات كده، يعني شويه ليمون كده محترمين، وقطعتهم بالطريقه دي وهعصرهم على الجزر. لغايه دلوقتي ما عملناش اي حاجه صعبه، والطريقه سهله جدا، والنتيجه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ما تنسيش بقى تنزلي تعملي لي لايك وتكومنت حلو زي كده يشجعني، وكمان تشيري الفيديو لكل معارفك واصحابك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهده. وكمان يعملوا اشتراكات في القناه، والقناه تكبر بيكم ان شاء الله، ونعمل الحفله قريب جدا. بعد كده خلاص خلصت كده الليمون زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. حطيت معلقتين خل كبار، وكمان احط بقى ايه ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الكزبره، وهحط هريسه شطه وتوم. طبعا ظبطي الملح زي ما انت عايزه. يبقى انا حطيت خل، كمون، كزبره، هريسه شطه، توم، وكمان الجزر. تمام كده. حط بقى كده معلقتين توم حلوين عشان طبعا ده هنخلي بيه البتنجان. وبعد كده جبت كده حبه من الكزبره برضو بتديني طعم حلو جدا جدا، وكمان الالوان دي بتبقى حلوه قوي. جبت كده حبه ميه من اللي احنا سلقنا فيها البتنجان، لازم بتبقى طعمها حلو قوي قوي في التخليل. حطيتهم زي ما انتم شايفين كده، وقلبت بقى كل الخليط ده مع بعضه، وهبتدي اخلي البتنجان عشان ياكل في ملحه عقبال ما احنا نخلص بقيه الغدا بتاعنا. شلت كده العنقود اللي من فوق، وبعد كده بفتحه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا قلبه ابيض وجميل ازاي من جوه، مش بهريه في السليق يعني، يا دوبك كده بس يستوي وبشيله. وهبتدي بقى احشي البتنجان بتاعي. هنعمل طبق بتنجان عظمه، شكله تحفه جدا جدا، ويفتح النفس كده، والاكله بتاعت النهارده بتفتح النفس قوي. زي ما انتوا شايفين هبتدي اخلي كل البتنجان بنفس الطريقه دي. بفتح كده واحط في الخلطه، وبعد كده احشي على طول. طبعا انا بحط في الخلطه عشان يبرد شويه، عشان هو لازم اخليه وهو سخن عشان الملح بتاعه يتغلغل كده فيه.
تمام كده. لو لسه ما حطيتيش لايك بقى انزلي كده بسرعه حطي اللايك عشان ما تنسيش قبل ما الفيديو يخلص. بعد كده بقى رصيته بالرصه التحفه اللي انتوا شايفينها دي، وقليت فلفل كمان حطيته معاه، وبدات ان انا احط عليه شويه من الخلطه. طب الخلطه اللي فاضت دي هنعمل فيها ايه؟ استنوا هتشوفوا معايا هنعمل فيها ايه. طبعا ما فيش حاجه عندي هتترمي. هنا جبت بوله هحط فيها معلقتين من معلقه نشا و3 معالق من الدقيق. يبقى معلقه نشا و3 معالق من الدقيق. حطيت عليهم ايه كمان؟ حطيت عليهم ربع معلقه من الكركم. تمام كده. هقلب الخليط ده كله مع بعضه، وهنجيب بقى الكوسه اللي احنا مقطعينها. طبعا بشطف الكوسه من الملح اللي انا رشيته عليه. ليه رشيت عليها ملح؟ عشان تنزل الميه الزياده اللي فيها. بعد ما شطفتها بقى باخد كده من الكوسه احطها في الدقيق، وابتدي اعفرها كده بالدقيق زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. انا هنا حاطه بقى الزيت بتاعي يسخن على النار، وهنروح نسوي على طول. كده هنبتدي بقى في الشغل ايه على البوتاجاز. جبت كده الكوسه بعد ما الزيت سخن على نار متوسطه، وهبتدي انزل بالكوسه بتاعتي كلها. هنحط بقى على قد الطاسه بتاعتنا ما تاخد، او على قد القلايه بتاعتنا ما تاخد، وبعد كده نكمل الكميه التانية المره اللي بعدها. الاكله دي حلوه جدا جدا، لازم في الشتاء طبعا اول ما القرنبيط ينزل لازم نعمل الاكله دي. عندي مش يعني بدل قلت بغير بقى، بدل ما بعمل جنبها بتنجان مقلي قلت هعمل الكوسه المقليه دي، بتبقى تحفه. بصوا اخدت لون تحفه ازاي. خلاص بقى كده قلبت اللي ما خدتش لون من الناحيه دي، وهبتدي اشيلها على طول. بصوا ما شاء الله لونها جميل وطعمها بيبقى حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الاكله دي كمان كان ناقصها بطاطس محمره، بس البطاطس اللي في السوق مش حلوه خالص، مش بتاعه آلية خالص، فما رضيتش ان انا اجيبها بصراحه. بعد كده هحط بقى بقيه الكميه اللي عندي، وتعالوا بقى نرص الطبق ايه اللي طلع كده نرصه على طول. عشان لازم برضو نحط عليه الدقه بتاعته وهي سخنه، يعني لازم احط الدقه بتاعه الكوسه برضو وهي سخنه. نزلنا بقيه الكميه في الزيت كده، وتعالوا بقى نروح كده نرص اللي احنا طلعناه على طول. خلصنا كده بقيه الكوسه. هنبتدي بقى نرص. بصوا ما شاء الله برص لونها تحفه، لونها حلو قوي. وقال انا بفلفل الوان وفلفل اخضر رومي كده، يعني ايه قلت اشكل بقى كده في الالوان واخلي الطبق شكله كده يفتح النفس. هبتدي ارصها بالطريقه دي، وازين برضو بالفلفل الالوان اللي احنا قالينه معانا. يعني قلت هي اكله كده بسيطه، بس برضو ايه نظبطها كده وندلعها عشان تفتح نفس الولاد ونفس اللي في البيت كلهم. خلاص كده حطيت فلفلايه حمرا كده في النص، وبعد كده هبتدي ارص حواليها بقيه الكوسه. بصوا لونها تحفه ازاي، شكلها حلو جدا جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب الدقه اللي فاضت مننا من البتنجان وابتدي انزل عليها على الكوسه كده بالطريقه دي. دوقوا بقى احلى طبق فظيع، تحفه بجد، طعمه حلو جدا جدا. خلاص كده خلصت كل الكميه. يا سلام على فتحه النفس، بصوا شكله تحفه. بعد كده هجيب بقى رشه كده من البقدونس الصغيره، وكمان رشه من الجزر اللي محيرني ده، وبعد كده نحطهم. يبقى احنا كده خلصنا طبقين، طبق البتنجان وطبق الكوسه. بصوا الجمال، حاجه كده تحفه. بعد كده عندي القرنبيط بتاعي استوى زي ما انتم شايفين، هبتدي احطه كده في طبق واهرسه. انا مش في ناس بتحب تعمله وردات كده سليمه، انت براحتك، نفس الربه دي اعملي برضو الوردات. انا مش بحب وردات كده، انا بحب ان انا اهرسه، ولادي بيحبوه مهروس، مش بيحبوا فيه قطع سليمه. فانا هرسته كده بالشوكه، وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. بعد ما هرسته بالشوكه كده هسيبه بس يستهدى كده 5 دقايق، لان طبعا انتوا شايفين الدخان بتاعه عامل ازاي. عندي كده نص كيلو من الطماطم، هبتدي افرمهم كده بالهاند بلندر بسرعه بسرعه، وهنعمل بيهم برضو حاجه تانية. بعد ما فرمت الطماطم كده جبت حله كده صغيره على النار، تنزل فيها بمعلقتين كده من الزيت زي ما انتم شايفين. هنحط ايه؟ هنحط معلقه توم واحده، معلقه توم واحده على معلقتين زيت. هشوح التوم ده لغايه بس ما ريحته تبتدي تطلع كده، وهنزل عليه بمعلقه خل. يبقى انا حطيت زيت وتوم وخل. تمام كده. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل تسبيكه حلوه قوي قوي قوي، وهتشوفوا هنحط فيها ايه. نزلت كده بمعلقه الخل، وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي تقليبه كده، وانزل بالطماطم بتاعتي. هنحط لها توابل ايه؟ هحط ملح بس، مش هحط اكتر من كده، مش عايزه اي توابل فيها غير هي الملح وبس. هدقتها كده عادي، وبعد كده هقلبها واسيبها تتسبك تسبيكه كده حلو. بعد كده تعالوا نروح على القرنبيط اللي احنا سيبناه يستهدى شويه، نجيب بقى الربه اللي احنا عملناها او الخلطه اللي احنا عملناها، ونحط على القرنبيط ونديله تقليبه حلوه، وبعد كده نروح نقليه على طول. أكلة سريعة وحلوة وبتفتح النفس جدا جدا، ومغذية جدا جدا، فيها بيض. القرنبيط طبعا كله فوائد لولادك، لو انت ولادك صغيرين القرنبيط مليان فوائد للولاد. اكلوا لهم تحفة بالطريقة دي، حلو جدا جدا.
جبت بقى كده القرنبيط وجبت طاسه، وبدات ان انا طبعا انا صفيت الزيت اللي هو كنت عامله فيه الكوسه عشان لو في شوائب دقيق ولا حاجه. وبعد كده بقى بدات ان انا اجيب القرنبيط كده بالمعلقه، وبعمله كده مش بعمله سمك تخين قوي عشان يبقى مقرمش ومستوي من جوه، على نار برده متوسطه، مش نار واطيه قوي عشان ما يشربش معايا زيت، ولا هي عاليه قوي عشان ما يتشعوطش ومستويش من جوه، ولا هي واطيه قوي عشان ما يشربش زيت. تمام كده. خلاص بقى حطيت كده الكميه اللي انا عايزاها، وبعد كده تعالوا نشوف تاني هنعمل ايه. نشوف بقى، تعالوا نشوف التسبيكه وصلت معانا لايه عشان هنحط فيها الحاجه اللي احنا عملناها. التسبيكه كده عندي خلاص اتسبكت زي ما انتم شايفين. هبتدي احط فيها ايه؟ الفلفل الالوان اللي انا قليه ده، قليه كميه فلفل حلوه قوي، بحطها كده في علبه بقى بعد ما بتبرد، بتبقى حلوه قوي عندي في التلاجة، بتنفع في الفطار، بتنفع مع غدا، بتنفع جدا. عملناها غلوه واحده وطفينا عليها. بصوا بقى جمال القرنبيط ولونه تحفه ازاي، حاجه كده تفتح النفس بجد. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، وتعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. وعايزين نوصل بسرعه بسرعه ل 5000 مشترك عشان نعمل حفله حلوه قوي قوي. خلاص كده خلصت القرنبيط، تعالوا بقى نشوف حضرت الاكل بتاعنا ازاي. بصوا ما شاء الله طبق القرنبيط شكله يفتح النفس. رشه كده من البقدونس، وطلعته على فرشه كمان من البقدونس، وحطيت الفلفل في كده في اطباق، وجبت شيبسي برده كده حطيته، قلت بدل البطاطس حاجه كده. فكمان بقى حبه الجزر اللي محيريني دول قلت احطهم في النص يعني اكسر بيهم اللون. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وتكون قناتي كمان عجباكم. ولو اول مره بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، اتمنى ان انت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، وتكتبي لي كومنت حلو زي كده يشجعني. وانتظروني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وشكرا جدا لكل الناس اللي دخلت جديده عندي، شرفتني ونورتني وكترتوني وفرحتوني، وبجد مبسوطه جدا جدا من التفاعل على القناه الايام دي. ربنا يخليكم ليا ويدومكم في حياتي نعمه ان شاء الله.